أهلا بيكم في حلقة جديدة من بتوقيت مصر. غريب قوي إن دولة بالكامل بكل مؤسساتها بأجهزتها بأذرعها الإعلامية والسياسية تكون مذعورة وخايفة من مجرد ظهور الدكتور محمد البرادعي بالشكل الغريب ده. غريب إن الخوف يجي من قبل حتى ما يتعرف هو هيقول إيه في الحلقات، لكن مجرد بس ما نزل إعلام مدته كام ثانية بيقول إن البرادعي هيظهر مع التلفزيون العربي في 5 حلقات. بدأت حملات مذعورة متوترة موتورة مع شوية من الشتايم والتشكيك والتخوين المعتدين واللي للأسف خدنا عليهم طول الوقت. بالتزامن مع الحلقة الأولى بقى اللي اتكلم فيها الدكتور البرادعي عن وقائع تاريخية بترجع لفترة تواجده ضمن وفد مصر في الأمم المتحدة خلال الستينيات، قررت الدولة بقى إنها تنزل بتقلها تذيع تسجيلات لمكالمات شخصية للراجل، مش بس مع أخوه لكن كمان مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة. والله امبارح في نفس الوقت اللي كان البرادعي بيتكلم فيه عن ذكرياته مع العمل الدبلوماسي ومع الخارجية المصرية، كان في على شاشة تانية إعلامي، خلينا كده معلش احنا اسفين يعني نحط كلمة إعلامي دي بين شوية أقواس كتير كده، بيذيع مكالمات مسجلة لرئيس أركان حرب القوات المسلحة. الله، هو مش ده أمن قومي؟ مش دي أسرار عسكرية؟ مش دي هيبة الدولة؟ ولا دي حاجات بتظهر بس وبتختفي على حسب الحاجة وعلى حسب اللي بيعملها؟ طيب احنا ليه قلنا إن الدولة هي اللي نزلت وتقلها؟ لأن هذا الإعلامي تاني بنتعبكم معانا بين أقواس ما يقدرش ولا يملك إمكانيات تخليه يسجل مكالمات شخصية لشخصيات بالحجم ده وفي المراكز السياسية والعسكرية دي. ده غير إن جهاز أمن الدولة في الفترة دي ما كانش شغال، كانش موجود. يعني الجهات الوحيدة اللي تقدر تعمل حاجة بالشكل ده هي الجهات السيادية زي المخابرات العامة زي المخابرات الحربية، اللي بالمناسبة وبالصدفة كان رئيسها وقتها اللواء عبد الفتاح السيسي رئيس مصر حاليا. السؤال هنا، ازاي التسجيلات دي وصلت لهذا الإعلامي؟ خصوصا ان الموضوع المرة دي مش بس بينتهك حرمة الحياة الخاصة للناس لأننا خلاص أخدنا على ده تقريبا، ده كمان بينتهك أبسط قواعد الأمن القومي وهيبة البلد. لو البلد دي ليها هيبة فهيبتها ان مكالمة خاصة لرئيس أركان حرب الجيش المصري ما يتذاعش، ان مكالمات رئيس الأركان تكون تحت المراقبة، تكون في جهة ما بترصدها وتسجلها وفي جهة ما برضو دلوقتي بتقرر انها تذاعها وتنشرها. وإن كان بصراحة المفروض السؤال اللي يتسأل قبل كل ده، ازاي تليفونات وخصوصيات وأسرار الناس تكون مستباحة بالشكل ده من غير أي سند قانوني؟ في كل الأحوال كل اللي حصل بكل تفاصيله بيقول إنهم خايفين جدا خايفين جدا من مجرد ظهور البرادعي، مجرد ظهوره بصرف النظر حتى هيقول إيه قبل ما يسمعوا هيقول إيه. بس ليه خايفين؟ وليه مجرد اسم البرادعي بيخوف بالشكل ده؟ ده اللي هنحاول نفهمه النهارده في حلقتنا. ليه ظهور البرادعي على شاشتنا شاشة التلفزيون العربي عملت كل هذه الضجة وكل هذه ردود الأفعال؟ هنشوف كل ده، لكن احنا معانا كليب كده صغير بنجمع فيه بعض اللي قاله الدكتور البرادعي في أول حلقة، تعالوا نشوفه ونرجع نبدأ نقاشنا. أنا بقالي 3 سنين طبعا بدرس في الجامعات. بس كنت بعيد عن الشاشة. بعيد عن الشاشة بشكل مباشر لأن يعني في هذا الوقت الحقيقة قلت أنا أدليت بما أستطيع أن أدلي به بالذات في مصر والعالم العربي يعني ومصر أساسا طبعا، وأدي فرصة يمكن لعلي أكون غلطان، لعل وجهة النظر أخرى هي تكون صحيحة. وكنت أبقى سعيد جدا لو أنا قاعد معاك النهاردة وأقول أن وجهة النظر أخرى كانت صحيحة، وأنا أبقى سعيد لو أنا كنت غلطان، وحزين لأني طلعت صح للأسف. يعني أعتقد طلعت صح ونتكلم فيها أن صح بمفهوم أن لن ينصلح حالنا ولا في مصر ولا في العالم العربي إلا إذا كان هناك نوع من التوافق إن إحنا نعيش مع بعض كبني آدمين. إحنا النهاردة في مرحلة ذبح الآخر، وبالتالي وصلنا إلى وضع يا خالد أنا شايفه ما حصل لناش من أيام الحروب الصليبية في القرن ال12. طيب أنا مش عايز أسبق الأحداث لأنه هنرجع للتفاصيل دي، لكن أقدر أفهم من كلام حضرتك دلوقتي إنه كان في عملية مراجعة للي حصل وقررت إن أنت تعود بشكل مباشر للناس من خلال الشاشة. برضو ما أقدرش أقول كده، إنما أقدر أقول إن أنا وصلت إلى قناعة إن
كل واحد النهارده لازم يتكلم، ويتكلم من وجهة نظره، خبرته، رؤيته، انه يقدر ولو يساعد ب1%، لان احنا النهارده في مرحله يعني العالم العربي كله النهارده ما اعرفش، ما اقدرش اقول حتى مأساة، بيدمر نفسه، بندمر نفسنا بنفسنا. اصبحنا القيم بتاعتنا اختفت، اصبح القيم بتاعتنا هي كراهية الاخر، شيطنة الاخر. هتكلم، انما مش معناها ان انا اخذت قرار النهارده لازم ارجع بقى واتكلم. انا هتكلم، وبقى انا كنت بتكلم، يعني بتكلم على ما يطلقوا عليا ان انا بتكلم على التويتر ويقول لك عاوزين افعال. مش فاهمين ان الفكر هو اقوى من الفعل. اللي انا تعرضت له يعني من بشاعه وهجوم وكل ابشع ما ممكن ان تراه، وبالذات في اصفر مرحله لما قلت يا اخوانا احنا عاوزين حريه في مصر، دي تحولت من زعيم وطني الى شيطان. انما حتى في اثناء عملي في الوكاله، ودي هتتكلم عليه ازاي، حتى الدول ما يطلق عليها الدول الديمقراطيه زي امريكا وبتاع، ما حدش، احنا نعيش في مجتمع النهارده دولي ومجتمع عربي اكثر طبعا، المصداقيه اختفت وما حدش عاوز يسمع الحقيقه. وانت اذا كنت حامل رساله الموضوعيه او الحقيقه اصبحت عدو له. خلونا نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور معتز الفجيري، الباحث والناشط في مجال حقوق الانسان. برحب بحضرتك دكتور. ايضا هيكون معانا عبر الهاتف من بوسطن، عبر سكايب عفوا، الدكتور خالد فهمي استاذ التاريخ في الجامعه الامريكيه في القاهره، وهيكون معانا ايضا عبر خدمه سكايب من القاهره الدكتور خالد داوود، المتحدث بتحالف التيار الديمقراطي وعضو حزب الدستور. طيب، يعني برحب بيكم جميعا ضيوف الاعزاء، وخلينا نبدا مع دكتور معتز. لماذا هذا الهلع وهذا الخوف وهذا التوتر من مجرد ظهور الدكتور البرادعي معنا على شاشه التلفزيون العربي؟ هو الترقب دايما لما يقول الدكتور البرادعي ده مش جديد. من فتره كان في بيان اصدره عن ملابسات فض اعتصام رابعه، وكان بيان يعني ظهر بعد فتره طويله من غيابه. كان هناك برضو رد فعل من جانب عدد من الإعلاميين في الدولة وعدد من التيارات المختلفة. فبالتأكيد الدكتور برادعي مر في مرحلة مهمة جدا في تطور السياسي في مصر، له اطلاع على أمور لم يكشف عنها بعد، وهناك تفاصيل يعني متنوعة حدثت خلال ال6 سنين الأخيرة لازالت بتشكل جدل في النقاش، ولا يعني لم يضع نقاط فوق الحروف فيها. يعني إدارة المرحلة الانتقالية، مسألة ما جرى في 2013 يونيو 2013، ما جرى في فض الاعتصام، ملابسات خروج الدكتور برادعي من منصبه وتعرضه لضغوط ومغادرته من مصر. كل هذه الأمور أكيد بتفسر لي في حالة من الهلع. الجزء الثاني إنه إحنا في يناير، في ذكرى 25 يناير، ودايما كل سنة بنلاقي إنه بيبدأ موسم من الهجوم على ما يتعلق بالثورة وما يعني ما يمثلها. الهجوم ده مش بس مقتصر على الدكتور البرادعي، احنا بقالنا فترة طويلة في برامج إعلامية مكرسة بشكل كامل للهجوم على المجتمع المدني، للهجوم على الإعلام المستقل، للهجوم على الشخصيات العامة اللي كان ليها دور خلال يناير وحتى الآن. فده شيء يعني بنشوفه دايما، التسريبات حتى من 2013، وفي تسريبات منهجية ضد الكل، يعني هناك تسجيلات لكل القوى السياسية في مصر، وحتى تسجيلات ما بين الأجهزة المختلفة وما بين أشخاص داخل النظام. فده كله مش يعني أنا شايفه أكتر في سياق أوسع شوية، سياق إنه في هجمة تجاه كل ما يمثل وينتمي ليناير، وتطاحن أيضا داخل أجهزة الدولة، يعني مش بس هجمة، يعني مش بس ما بين معسكرين، لكن حتى ما بين أجهزة الدولة نفسها. وده بينم عن تطور يعني مرض كبير في إدارة الحكم في مصر، ويعني إشارة إنه إحنا في مرحلة خطيرة فعلا في مسألة إدارة الدولة ومسألة حكم القانون أيضا، والاستهانة بحكم القانون والاستهانة بالدستور وبالحقوق الشخصية. تمام. طيب، هنرجع نتكلم بشكل أوسع عن موضوع التسريبات، لكن خلينا نروح للدكتور خالد فهمي. أولا دكتور خالد، يعني دايما بيقال وبيردد وبيكون موجود طول الوقت سواء على لسان مسؤولين أو إعلاميين إنه هناك حالة من الثقة بالنفس، من الأريحية تجاه شعبية النظام وتجاه شعبية الرئيس السيسي، لكن كل تصرفات في كل ظهور للدكتور البرادعي، في كل زي ما قال الدكتور معتز تعاملها مع المجتمع المدني، مع أي تقرير بيدين أي شيء في مصر، ما بينمش عن إن هذه الثقة موجودة فعلا.
ده صحيح، بس خليني في الأول أقول يعني أنا سعيد إن أنا أظهر معاكم، وإن أنا أظهر مع دكتور معتز ومع أستاذ خالد داوود من القاهرة. ناس بعتز جدا بيهم، وطبعا أنا شاكر للفرصة دي هي للمجهود الكبير اللي انتوا بتعملوه الحقيقة، لأنه ده مرتبط قوي بالكلام اللي الدكتور معتز كان بيقوله. وردا على سؤال حضرتك يعني على إيه سبب الهجمة دي، هو واضح إنه بالرغم من التحكم الفظيع اللي النظام الحاكم دلوقتي بيفرضه على المجتمع، إلا إنه فعلا تحكم مبني على إسكات كل حد تاني. فاحنا شايفين اتجاه واضح، أظن أي حد بيراقب هيتفق معايا في ده، إنه من سنة 2013 وفي محاولات دؤوبة للقضاء على كل الأصوات المعارضة. بدأوا بالتيار الإخوان كله تنظيما وفكرا وقيادة وقواعد، والإسلاميين كمان، وبعدين منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والصحافة والإعلام. والدور باقي علينا إحنا كأكاديميين. فهو في محاولة دؤوبة لإخراس وإسكات كل الأصوات مش حتى المعارضة اللي بتتساءل من باب محاولة المشاركة. فالدكتور البرادعي يعني أنا سمعته امبارح وأنا كتبت النهاردة على صفحتي، يعني أنا حاجات أنا مختلف معاها. يعني الكلام اللي الدكتور البرادعي اللي أنا بكنله كل الاحترام والتقدير كرجل وبنزاهة وبفكر إنما شايف إن الفترة اللي احنا فيها تعدته. بس ده اختلاف يعني، ده رأيي. طيب نناقشه يعني. يجيب واحد زيي يقول الكلمتين دول لو هم شجعان فعلا، يجيب واحد عنده اعتراضات على الدكتور البرادعي. طبعا اعتراضاتي على الدكتور البرادعي ما تجيش حاجة جنب اعتراضاتي على النظام الحالي. يعني لو أنا عندي شكوك شوية في قدرة الدكتور البرادعي على حل المعضلات اللي المجتمع بتاعنا ودولتنا بتواجهها، فدي بتهون قدام الاعتراضات اللي عندي قدام اللي بيقوم بها النظام بكل أشكاله، إعلاما ولا قيادة ولا رئيس إنما هم مش عايزين مناقشة. فبالتالي اللي بيعملوه إيه؟ اللي بيعملوه هو تشويه للشخصية وقتل معنوي ليه، ومش مدركين، أو مش أظن هم مدركين بس مش مهتمين بالتأثير المجهود ده هو على مؤسسات الدولة نفسها، على احترام الناس للقانون، احترام الناس للدستور، احترام الناس للإعلام. يعني حابب تقول إنه في سياق خصومتك الشخصية مع أشخاص أو خصومتك السياسية مع أشخاص بتخرج منها خسران إنك بتفقد المجتمع كتير من القيم اللي المفروض تكون موجودة كضمانة، بتفقد أجهزة الدولة كمان كثيرا من هيبتها. بالضبط، هو بيقوض دعائم استقرار الدولة والمجتمع. أما يخلي الإعلام يبقى لسان حاله إن إحنا بنعرض خصوصيات الناس، يبقى ده هو ده السبق الإعلامي. هو طبعا ولا سبق ولا حاجة، احنا كلنا عارفين الإعلامي ده جايب معلوماته منين، ولا هي شطارة ولا حاجة، ولا شطارة إعلامية ولا سبق إعلامي. ده جهاز أمني مديله تسجيلات أهم ناس في الدولة وبيزحها. الفكرة إنه بيزحها من غير إذن قضائي، ويعني قصدي التسجيل ده حصل من غير إذن قضائي. وطبعا حتى لو حصل بإذن قضائي يعني لأي سبب ما، هل فكرة عرضه على العامة، عرضه على الشاشة على الهواء مقبولة؟ يعني حتى لو كان حاصل على إذن قضائي في اتجاه أي شخص. وهو عايز، وهم ده اللي بيعملوه من سنة 2013 وهم بيعملوا التسريبات دي، هي عايزين يخلوا حاجتين في رأيي. عايزين يخلوا إنه هو ده الإعلام، عايزين يخلوا إن الناس تقبل إن الإعلام شغال بفتح فضائح الناس. الحاجة الثانية إن هم عايزين يخلوا الناس تحس إن كل حاجة في حياتها مراقبة. هم بيحكموا سيطرتهم على المجتمع بكده، مش باحترام القانون ولا بإعلاء الدستور، بس بإخضاع. طيب احنا يعني هنفسح مجال أكبر لمناقشة التسريبات ومغزاها وقانونيتها خلال الحلقة، لكن اسمح لي أروح دلوقتي للدكتور خالد داوود. دكتور خالد، لماذا كان الهجوم استباقيا؟ يعني لماذا لم ينتظر الإعلام حتى يرى
أو تنتظر الدولة حتى ترى ما سيقوله الدكتور البرادعي؟ ربما لا يقول شيئا يستحق الرد، ربما يقول حاجات تدعم حتى موقفه. لماذا كان الهجوم استباقيا وسريعا دون النظر إلى ما قد يقوله؟ يعني بداية اسمح لي أن أنا أشكركم على الاستضافة وأرحب بالدكاترة معتز والدكتور خالد فهمي من شيكاغو، دايما يعني بينيرنا بالأفكار العظيمة بتاعته. وطبعا من الواضح يا أستاذ تامر أن هو منذ العام 2010 وقرار الدكتور محمد البرادعي بالعودة إلى مصر وتقديم نفسه كمنافس محتمل للرئيس المخلوع مبارك، وهو الدكتور البرادعي بيعمل حالة من الهستيريا للأجهزة الأمنية القائمة على حملة متعمدة لتشويهه منذ ذلك الوقت. وأنا أعتقد أن نفس الأجهزة اللي تولت مهمة تشويه دكتور محمد البرادعي منذ العام 2010 وإطلاق حملة الإشاعات الكاذبة الخاصة بدوره في مقاومة حرب العراق ورفضه هو وهانز بليكس يعني ضغوط إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش الامريكي ان هو العراق كانت تمتلك اسلحه نوويه او كيميائيه. رغم كل هذا الامر ما زالت هذه الحملات مستمره حتى الان، غالبا من قبل نفس الاجهزه الامنيه التي لم ترحب في اي يوم من الايام بالدكتور محمد البرادعي. وطبعا واضح تماما ومن خلال شخص المقدم البرنامج اللي احنا شفناه بالامس انه ده زي ما تقول حضرتك اقرب الى ما هو يكون ترباية مع الدكتور محمد البرادعي لم ينتهي باي حال من الاحوال حتى اثناء يعني وجوده كنائب لرئيس الجمهورية لفترة قصيرة من 30 يونيو حتى استقالته احتجاجا على مذبحة رابعة في 14 أغسطس، وحتى أثناء وجوده في السلطة. يمكن حضرتك تتذكر أن كان بيتم هجوم من الإعلام الحكومي الرسمي ضده ووصفه أنه عدو الدولة والنظام، ووقتها الكلام ده هو لما كتب في جريدة الأخبار دكتور محمد البرادعي يعني عمل برضو أحد تغريداته وذكر أنه لأول مرة ربما في يعني تاريخ الدولة المدنية المصرية ما بعد 52 أن يتم مهاجمة نائب لرئيس الجمهورية أثناء تواجده في منصبه بمثل هذا النوع من الاتهامات. فيعني وأي بيان أي تغريدة قصيرة بتصدر من الدكتور محمد البرادعي كافية أن هي يعني تحيي أو تثير هذا التيار الأمني المعادي بقوة للدكتور محمد البرادعي، اللي هي وصلت في مرحلة من المراحل يا أستاذ تامر زي ما حضرتك عارف أن نفس مقدم البرامج اللي تم يعني تسريب المكالمات له من قبل الأجهزة الأمنية المعنية فابريك قبل كده هوت أحد التغريدات الدكتور محمد البرادعي ونسب له كلام لم يقوله مطلقا. يعني لا يوجد استعان بلعبة تلفزيونية على أنها حرب حقيقية يعني. بالظبط، يعني ده كان كافي اعتقد في اي قناه مهنيه في العالم كله ان انت لما تيجي تعرض شريط لالعاب الفيديو جيمز وتقول ان دي صور حصريه لقصف قوات الروسيه لاهداف داخل سوريا ويثبت ان ده بعد كده لعبه فيديو جيمز، فاعتقد ان ده كافي لاسكاته للابد يعني انهاء. بس يعني احنا ما بنتعاملش باي معايير مهنيه من اي نوع، بس الاهم وزي ما اشار صديقي الدكتور خالد فهمي ان هو يعني الاخطر بالنسبه لي يا استاذ تامر الاستهانه المطلقه دولة القانون. وده كان أمر قائم من أيام برنامج الصندوق الأسود اللي هو كان يعني خد الانطلاقة فيما يسمى بإذاعة التسريبات اللي هي يعني من المثير لاهتمامي حتى كصحفي أن هي دائما محصورة في فترة اللي هي بتلي ثورة 25 يناير مباشرة. يعني المكالمة الأكثر إثارة للجدل اللي هي مع رئيس الأركان السابق سامي عنان كانت لسه بتتكلم على إقالة الفريق شفيق كرئيس في الأيام الأولى بعد خلع مبارك يعني. طيب بما أننا يعني جينا للجزء القانوني في الموضوع، اسمح لي أروح للأستاذ جمال عيد من القاهرة المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. أستاذ جمال، قانونية إذاعة مكالمات خاصة على الهواء مباشرة. مساء الخير، اهلا وسهلا تامر. اهلا بيك. يعني كلام مكرر في سلسله من الجرائم، هي مش جريمه واحده، سلسله من الجرائم المترتبه على بعضها، جرائم قانونيه تودي السجن. للاسف اللي حصل يعني ما اذيع امبارح هو فقط زياده درجه في العده، او لو يعني جاز التعبير درجه الاساس في الانحطاط السياسي والقانوني. عايز اقول لحضرتك انه احنا في 31/12/2013 بعض المؤسسات الحقوقيه منها الشبكه العربيه اللي بشرف باني محامي فيها والمبادره المصريه ومؤسسات اخرى عاملين بلاغ للنائب العام وشركه فودافون
لما ما كان ما يسمى بهذا المخبر الاخر عبد الرحيم علي لما كان بيذيع مكالمات، فكره النائب العام ما حققش. احنا بنتكلم على 3 سنين واسبوع زاد من البلاغ اللي متقدم ما حصلش. بما انه افلت المجرم الاول من العقاب، فما الذي يمنع تطور الجريمه نفسها، واللي هي ما بقتش جريمه واحده. لان احنا بنتكلم هنا على يعني مسؤول ثاني، مسؤول في الدوله بعد طنطاوي كان علام، يعني التسجيل بدون اذن قضائي والاذاعه والجنان، والكمان اللي مش قادر يحافظ على امن يعني رئيس الاركان ده نفسه في تقصير يصل الى حد الجريمه. ثم كل ده عشان بس من باب الكيد السياسي. ده الجزء اللي هو الاخف. الجريمه الكبرى ان تصل التسجيلات لهذا المكتب. احنا بنتكلم على المجرم اللي سجل والاذاعه وكمان اللي مش قادر يحمي. يعني للاسف ده عسكري ومش قادرين يحموا دوله، ده تقصير يصل يحاكم اللي ما عرفش يحمي المكان ده. لكن لا اتوقع ده الكلام القانوني اللي هو دلوقتي مش ماشي في مصر. مصر ما فيهاش ولا احترام ولا سياده القانون الان، لكن فيها فضيحه في الاثر اللي قال عليه الدكتور خالد من شويه وما يتركه، وانه يعني بنتكلم عن الناس ازاي بس قانون طيب بعد كده. استاذ جمال، يعني في ناس احيانا لما نتكلم الكلام ده في ناس بتقول انه مش دي حريه الاعلام اللي انتوا عايزينها، مش حريه الاعلام انك تفتح المجال لكل الناس، ودي شخصيات عامه وكانوا في موقع المسؤوليه، فبالتالي من حق الناس تعرف كانوا بيقولوا ايه المحل القانوني للكلام ده. في حاجه دي مش حريه، ده ملوش علاقه بحريه الاعلام وهم عارفين ده، وده كلام ما يقنعش غير اللي موافقين على تنظيمات حريه الاعلام معناها الراي والراي الاخر، الكلمه بالكلمه والفكره بالفكره والنقاش، وانه يمنح كل الناس حقهم في التعبير عن رايهم. حريه الاعلام لا تعني جريمه تنصت وانتهاك حرمه الحياه الخاصه وتسجيل بغير امر قانوني، ولو قانوني يعاقب القاضي او النيابه اللي سمح واتخذ من عنده التسجيل ده واذيع. طبعا هو لا يعتد قانونا بما لو في جريمه. ما سمحناه امبارح في الحقيقه يعني من باب الفضفضه ممكن يعني تاخد وتدي فيه، ما فيش جريمه. الجريمه هي الاذاعه والتسجيل. يعني حتى لو الغرض انه لسبب قضائي ما انا خدت اذن نيابه علشان اسجل لشخص، بالتالي التسجيل ده لازم يبقى عند النيابه والمحكمه وما يطلعش يتذاع على العام. انا بشكر حضرتك جدا الاستاذ جمال عيد المدير التنفيذي للشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان. هرجع لك مره ثانيه استاذ معتز. البرادعي خائن وعميل ويعني ممول من جهات اجنبيه لتدمير مصر. عصام حجي لما ظهر ايضا معانا هنا في بتوقيت مصر اتقال كلام شبيه، وبيقال حتى على حازم الببلاوي، على شخصيات شاركت بعد 30 يونيو في مناصب قياديه مهمه للغايه، نائب رئيس جمهوريه، رئيس وزراء، نائب للرئيس لشؤون العلميه. بالتالي هل ده بيكون في اهانه للشخص الموجه ليه ولا للدوله؟ ازاي فكره انه الدوله تختار حد يقال عليه خائن ويقال عليه عميل رغم انه كان في موقع قيادي؟ لا، هي دي الاستراتيجيه اللي الدوله بتستخدمها او القائمين على الحكم الان بيستخدموها في ترويج روايه مضاده او روايات مضاده لما جرى في يناير من ثوره شعبيه ومن مطالب مشروعه للشعب المصري. الروايه دي احنا شفناها في يعني مش مصر مش الجديده ان انت تستخدم فكره المؤامره وان في المعارضه دول جواسيس وخونه بيشتغلوا مع اجهزه مخابرات. ما هو بتشوف النموذج ده، ما هي لما تبقى معارضه، لكن انا وصلت لمستوى حد كان نائب رئيس جمهوريه وحد كان رئيس وزراء. انت عايز اولا تقضي على اي بديل. المستويات دي ازاي اقول ان الدوله اختارت حد او الاجهزه السياديه والرقابيه اختارت حد في مكان بالحساسيه دي؟ هم خرجوا عن ما هو في جزء من هذه الشخصيات. اولا هي خرجت عن المنظومه، اراء المنظومه اللي بتحكم الان. يعني في جزء منهم وليهم وجهه نظر مختلفه الان. طالما انت ليك وجهه نظر مختلفه لا يتم السماح لك بالتعبير عنها. النهارده المشهد الاعلامي في مصر بيتسم بالبؤس الشديد. انت ما فيش منابر اعلاميه اليوم مستقله في مصر، واي منبر موجود بقى على الانترنت مستقل او كده حتى بيتم الترويج لنفس. يعني في بعض المواقع الاخباريه في مصر برضو بيتم الترويج في ضمن هذه البرامج. قالوا ان هم اخذين تمويلات مش عارف عشان يشتغلوا للتخريب وان هم على علاقه بالاخوان المسلمين وعلى. فدي منظومه
منظومه، هي دي منظومه الحكم وفلسفتها القائمه في مصر الان. وانا عايز اقول ان الاسلوب ده استخدم حتى في 2011، يعني حتى بعد الثوره بشهور قليله كان بيستخدم من بعض قيادات المجلس العسكري ضد الشباب ائتلاف الثوره، ضد منظمات حقوق الانسان. استخدم في ديسمبر 2011 لما تم مداهمه بعض مقرات منظمات حقوق الانسان الدوليه، برضو قالوا ان هم بيقسموا مصر، وطلع نيابه امن الدوله قعدت تعرض خرائط وقالت لنا ان دول بياخدوا تمويل عشان يقسموا مصر، وفي الاخر القضيه ما كانش فيها اي حاجه من الحاجات دي. دي اسلوب للراي العام المصري، هو فكرته الاساسيه ان انت يدخلك في حاله الاحساس بالخوف، الاحساس بالخطر، الدوله بتنهار، في طابور خامس موجود، غطي بقى على الازمات الاقتصاديه، غطي على المشاكل اللي احنا فيها. شعبيه الرئيس نفسها في تناقص. انت مركز بصيره لسه من عدد من ايام اتكلم انه الرئيس نفسه، الرئيس السيسي اليوم مش هو الرئيس السيسي اللي كان موجود 2013. عنده حاله فزع، القائمين على الحكم عندهم حاله فزع، لانه في فشل مروع اقتصادي واجتماعي في اداره مؤسسات الدوله، فشل امني، بيتم يعني استخدام بقى الفزاعات اللي هي في مؤامره علينا، احنا مستهدفين طول الوقت، يعني للترويج ده للراي العام. مع العلم ان مفيش ولا تسجيل من ده راح النيابه، مفيش ولا اتهام من ده راح بشكل صحيح. رسمي، والقضايا ما فيهاش ده. اذا كنت عندك حاجه بتدين حد طب مطروح بيها للنيابه. سليم. طيب خلينا نرجع مره ثانيه للدكتور خالد فهمي ونوسع الموضوع شويه بعيدا عن الدكتور البرادعي، وان كان في القلب منه ايضا تحالف او ما يسمى بتحالف 30 يونيو اللي بيقال طول الوقت انه خلاص تفكك. فكره انه ناس شاركوا في الحكم بشكل مؤثر بعد 30 يونيو، اشخاص كانوا بارزين في المشهد سواء دكتور البرادعي او حتى استاذ حمدين صباحي، بقيه الاحزاب زي حزب الدستور زي حزب مصر القويه، كل دول كانوا في تحالف 30 يونيو. ورغم ذلك الان هناك يعني حملات شرسه جدا ضدهم بتصل احيانا الى التخوين والاتهام في يعني الوطنيه ايضا. هو اللي انا يعني قرأتي انا اللي بيحصل في فض التحالف 30 يونيو هو انه كأن النظام دلوقتي مستغني عن التحالف ده، هو كأنه بيقول ان التحالف ده كان له وقته وكان له دوره في وقته، انما دلوقتي احنا تعديناه. بيعتمد على ايه دلوقتي النظام؟ ايه الحاجة اللي دعم النظام؟ انا في رأيي مفيش غير الخوف. النظام مش مبني على أي حاجة غير الخوف، والخوف حقيقي. الخوف بمعنى إيه؟ بمعنى الكلام اللي الدكتور معتز كان لسه بيقوله، إنه النظام بيقول، وهنا بيلمس، وخلينا نبقى صراحة مع نفسنا، وتر حساس. الناس فعلا خايفة وخوفهم مشروع، وأنا بحترم هذا الخوف. الناس حاسة إن الدولة معرضة للسقوط. الناس بتبص لجيراننا، مش جيراننا البعيد البعاد، جيراننا يعني ليبيا، سوريا، فلسطين، اليمن، السودان، والدول بتنهار فيها، وشايفين ان مصر ممكن يجي عليها الدور، وبالتالي شايفين ان مش ده الدور، مش ده وقت الاعتراض، ده وقت الاصطفاف. وبالتالي الناس عندها إحساس بتزكيه طبعا وسائل الإعلام الرسمية، إن أي حد بيثير هذه الأسئلة أو التساؤلات أو الشكوك يبقى عميل وخاين تعريفا. أنا متفهم الخوف ده هو، وردي عليه إيه؟ طبعا ردي عليه مع احترامي لكل الكلام اللي اتقال بخصوص إن الكلام ده هو انتهاك للقانون وانتهاك للدستور وتقويض لدعائم الدولة، وده كلام أنا مقتنع فعلا بيه. بس كمان والأخطر مش بس إن الحاجات دي هي بتنتهك القانون والدستور، دي هي فعلا بتهدد مستقبلنا، بتهدد استقرار البلد. يعني أنا أكتر سبب بيخليني معترض على هذه الإجراءات مش إنها مش دستورية، بس إنها هي فعلا في نهاية المطاف بتهدد استقرار البلد. أما الناس تفقد ثقتها في القضاء، أما الناس تفقد ثقتها في جهاز الشرطة، أما الناس تفقد ثقتها في الإعلام، يبقى أما الناس تفقد ثقتها في الجهاز الإداري للدولة، وتقول إن كل ده هنضحي بيه عشان استقرار البلد. طب البلد فضل فيها إيه؟ أنا ضحيت بإيه أما ألاقي خصوصيتي منتهكة بالشكل ده؟ أنا أما أقدم على طبق من فضة للدولة الحق في إنها توقفني زي ما هي عايزة، وتنتهك خصوصيتي زي ما هي عايزة، وتعذبني زي ما هي عايزة، وتسجنني زي ما هي عايزة، وتعلق القانون والدستور وتمسح بكرامتهم الأرض،
وكمان تقول ان كل حد بيسأل التساؤلات دي يبقى عميل وخاين، يبقى فضل ايه من الوطن اللي انا بدافع عنه؟ فضل إيه؟ اسمح لي اروح للدكتور خالد داوود. طبعا يعني حضرتك طرحت تساؤل مهم جدا، انه ما المقابل؟ يعني المقابل حضرتك بتاخد مني كذا وبتاخد مني حريتي وبتاخد مني كذا. طبعا المقابل كان زمان بيقال المقابل انه ما فيش حريه بس كل، دلوقتي احيانا كمان بيبقى ده صعب فكره انه ما فيش مقابل وبرضه ما فيش اكل. طيب معلش هروح للدكتور خالد داوود. دكتور خالد، رد فعل الدكتور البرادعي على ما قيل، هو من امبارح للنهارده عمل تقريبا 3 تويتات اتكلم فيهم على تحريف وإذاعة مكالمات خاصة، وقال مثلا إن تسجيل وتحريف وبث المكالمات الشخصية إنجاز فاشي مبهر للعالم. رد فعل الدكتور البرادعي، هل سيكتفي بهذا التوضيح ولا قد يسلك مسلك قضائي وقانوني مثلا؟ والله يا استاذ تامر، يعني اسمح لي ان انا اقول لك يعني بدايه ان في ماده واضحه وصريحه في القانون المصري، وحضرتك ممكن تتاكد منها عن طريق الاستاذ جمال عيد، بتقول ان هو تسجيل المكالمات من غير حكم قضائي امر محرم قانونا، واذاعتها ايضا تمثل جريمه. احنا مشكلتنا الاساسيه زي ما اشار الاستاذ جمال عيد ان احنا بنتقدم بالفعل ببلاغات، يعني ليست هذه هي المره الاولى، تم تقدم بالعديد من البلاغات ضد الاستاذ صاحب برنامج الصندوق الاسود. وزي ما حضرتك عارف احنا للاسف الشديد يبدو ان عندنا يعني من يقومون بتحريك القضايا يقومون بذلك على اساس شديد الانتقائيه. يعني لو حضرتك بتروح تقدم بلاغ للنائب العام، يا اما يتم وضعه في الادراج وتناسيه، او يتم تحريك الدعوه بناء على حسب نوع الموائمه السياسيه التي تراها الاجهزه المعنيه بهذا الامر. فيعني انا اعتقد بالذات فيما يتعلق بالاستاذ اذاع التسريبات امس، يعني هناك العديد والعديد من القضايا التي تمت احالتها للقضاء وعلى اقل تقدم ببلاغات، وفي النهايه الامر لا يتم تحريكه. وحتى اذا وصل الامر للقضاء في حاله واحده، كان الدكتور اسامه الغزالي حرب رفع قضيه سب وقذف على صاحب البرنامج الغير مسؤول امس، وفي النهايه انتهى الامر بتبرئته. وحتى لو حصل على حكم في اول درجه بالسجن، اول درجه بالسجن 2 ثم براءه في الدرجه الثانيه، والقاضي اللي اصدر الحكم في الدرجه الثانيه ببراءته حضرتك عارف ان هو تم حالته للتقاعد، لانه اتضح ان هو تلقى رشوه من نوع ما في احد القضايا، وتم فرض حظر نشر في هذا الموضوع. فيعني هي المساله، والى جانب طبعا ان في يعني شخصيات متخصصه في تقديم بلاغات دائمه ضد الشخصيات المعارضه من اي نوع في اطار حمله التشويه المستمره، زي الاستاذ سمير صبري، زي الاستاذ مرتضى منصور، اللي هم بيفيقوا صباح كل يوم ويحسوا ان هو واجبهم الشخصي ان هم يقوموا بتقديم مثل هذه البلاغات. ويعني مجرد بس يعني اشاره ان هو اللي احنا كقوه معارضه معترضين على اتفاقيه تيران وصنافير. النهارده عملنا مؤتمر صحفي بندعو الوقفه، فتجد رئيس حزب يسمى حزب شباب مصر، وانا بقرا لحضرتك من بيان لسه واصل لي من شويه ان هو هيتقدم غدا ببلاغ للنائب. حضرتك شايف من وجهه نظرك انه لن يتم يعني اتخاذ مسار قضائي او قانوني، وقد يكتفي الدكتور البرادعي بما قالوا ويقولوا على حسابه الشخصي من إدانة لهذا الفعل؟ أنا بشكر حضرتك جدا الدكتور خالد داوود، المتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطي وعضو حزب الدستور. أيضا بتوجه بالشكر الجزيل للدكتور خالد فهمي أستاذ التاريخ في الجامعة الأمريكية في القاهرة، شكرا جزيلا. حضرتك أستاذ دكتور معتز هتفضل معايا، هنخرج لفاصل صغير ونرجع نكمل فقرات برنامجنا، خليكم معايا. الشعر كاللؤلؤ، سواء نظمتيه في عقد أو نثرتيه يظل لؤلؤ. من تيه قلبي ظننت الحب مملكتي، والحب إلا عمره الورد، لكنني لو كنت لم أسرج على فرس الهوى شغفي، لما نما زهر بأوديتي، وفاض بالود من حولي سوى الود. لو نسيت أي إنسان في الدنيا ما أنساه، أسميتني حمدة يا أمي، لأحمد من شئت ومن شاء. ديوان العرب الثلاثاء 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة على التلفزيون العربي. أهلا بحضراتكم. إن المصري بطبعه موظف،
بل إن الوظيفة تمثل بالنسبة له السلطة. ما أهم درس نتعلمه من تجربة نوبر باشا؟ يا إلهي يا لهم من رجال، سوف تفتقدونني عندما يصبح واليا عليكم. وهل يمكن أن يظل هناك وجه حقيقي بعد كثرة ترتيب الأقنعة؟ جيب الشغل بتاع كاتب وتراقب هو اتأثر ازاي ونشر فين، ولما نشر فين كان ده معناه ايه. الجزء الأخير من حوار بلال فضل مع الأستاذة درية الكرداني. فعلا الوطن هو المسافة بينك وبين الآخرين، مهما كانوا الآخرين دول ومهما كان انت فين. في عصير الكتب الاثنين 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على التلفزيون العربي. بنرحب بحضراتكم مرة تانية وبنجدد الترحيب بضيفنا الدكتور معتز الفجيري الباحث والناشط الحقوقي. برحب بحضرتك مرة تانية. يعني في سياق ردود الفعل على حوار الدكتور محمد البرادعي مع شبكة التلفزيون العربي، في بيان أصدرته شبكة التلفزيون العربي ردا على الخبر اللي بثته وكالة الأنباء الفرنسية عن تغطية لقاء الدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية طبعا ونائب رئيس الجمهورية السابق، واللي وصفت فيه القناة، تم وصف القناة في الخبر اللي بثته الوكالة بأنها قناة العربي المعارضة. وذكرت البرقية أنه تزامنت التسريبات مع بث قناة العربي الفضائية المعارضة أول مقابلة تلفزيونية للبرادعي منذ أن غادر مصر. القناة كان ليها توضيح أصدرته في البيان بيتكلم عن أنه في استياء من هذا الوصف، وصف معارض، خصوصا أنه لما تم ذكر القنوات اللي هاجمت لقاء البرادعي لم يتم وصفها بأي وصف آخر. وقالت أنه في وقت تتعرض في القناة وضيفها لمواجهة هجوم وأكاذيب من وسائل إعلام مصرية يتنافى مع سياسة وكالة أنباء دولية محايدة، وأنه الشبكة قامت باتباع القواعد المهنية المرعية وأرسلت تصويب لما تم ذكره في الخبر. فقامت محررة وكالة الأنباء الفرنسية في القاهرة بالرد بأنه بعض الصحفيين العاملين لا يستطيعون العودة لمصر في ظل هذه الظروف، فإذا هي شبكة تلفزيونية معارضة. وشبكة أو إدارة شبكة التلفزيون العربي اعتبرت ده تبرير غريب الحقيقة، يعني مش مفهوم يعني إيه، علشان بعض الصحفيين، أولا إحنا مش عارفين المعلومة دي جت منين الحقيقة، إن بعض الصحفيين ما بيقدروش يرجعوا مصر، برضه هي معلومة تحتاج لتصويب، لكن إنه كمان تعتبر إن ده يكفي لوصف شبكة بأنها شبكة معارضة، ده أمر غير مفهوم. وأنه شبكة التلفزيون العربي ومقرها لندن تقوم بتغطية أخبار المنطقة العربية والعالم بشكل موضوعي، وسبق لها أن استضافت العديد من الشخصيات السياسية البارزة من مختلف الاتجاهات والتوجهات عربيا ودوليا انحيازا لحق الجمهور في المعرفة. بالتالي ما فيش يعني ما يبرر أو مش مفهوم ليه تطلق وصف معارض. ومعارض لمين؟ هل معارض للنظام المصري؟ أصلا القناة مش موجهة لمصر بس، طب لما تعامل مع الشأن الليبي، طب يعني في حاجة مش مفهومة في الموضوع. عشان كده خلينا نروح للأستاذ عبد المنعم محمود مدير البرامج الإخبارية والسياسية في شبكة التلفزيون العربي. برحب بحضرتك أستاذ عبد المنعم. ازيك؟ يعني ادينا كده ملخص باللي حصل، ايه اللي حصل، وبعد التواصل مع الوكالة ايه الرد اللي تلقيتوه منه؟ يعني زي ما انت ذكرت، احنا في اطار متابعتنا للتغطية السوق الصحفي اللي يخصنا بمقابلة الدكتور محمد البرادعي، وجدنا الخبر الموجود على AFP بوصف التلفزيون العربي ان هو تلفزيون معارض. قلنا ربما يكون الزملاء وقعوا في خطأ، تبعنا الاسلوب المهني المضبوط، كتبنا توضيح موقع بممهور يعني بصفة التلفزيون العربي، وارسلناه لمكتب القاهرة للزملاء يعني في مكتب القاهرة في وكالة فرانس بريس، لأن الخبر مكتوب من مكتب القاهرة حسب ما زُيل في البرقية اللي بثتها الوكالة. وتأكيدا على وصول التوضيح اتصلت على مكتب فرانس بريس في القاهرة، ردت زميلة قدمت لها نفسي، أجابت إن هي طبعا تعرفني، هي الزميلة العزيزة وهي أستاذة ليها يعني مش مجرد زميلة، الأستاذة منى سالم، وقالت لي أنا وصل لي بالفعل البيان لكن أنا مش شايفة إن في غلط، والزميلة منى سالم هي اللي كتبت الخبر من توقيعها في الوكالة يعني. قالت إن هي مش شايفة في أي مشكلة، إن هي قناة، لأن أنتوا قناة معارضة. قلت لها التلفزيون العربي، وضحت لها التلفزيون العربي بشكل عام هو قناة عامة فيها
نسبة أخبار، فيها نسبة فرايتي، مش قناة مصرية، هي قناة عربية، بتغطي الشأن العربي، بتغطي الشأن العالمي. البرنامج اللي طلع عليه الدكتور البرادعي هو تاني مصري يطلع عليه فقط من ضمن عشرات الضيوف اللي طلعوا في البرنامج ده خلال السنتين اللي فاتوا، من عرب واجانب واوروبيين. يعني هو تاني شخص مصري حتى يطلع عليه. فقالت ان في ناس عندكم ما بتقدرش ترجع مصر، ترجع مصر. قلت لها ده ملوش اي علاقه، التلفزيون هو قناه تلفزيونيه بريطانيه، هي شركه بريطانيه موجوده في بريطانيا بتبث من لندن. فبرضه ذكرت تاني هو اللي بيروح يعمل قناه من لندن تبقى قناه ايه؟ في ردود يعني بعيده تماما عن اي شكل مهني. فحتى ذكرت لها، قلت لها يعني اهم قناه فرايتي طلعت في المنطقه العربيه طلعت من لندن. صحيح. فالرد في حد ذاته كان مريب. انا في الرساله اللي وضحتها لها للزملاء في الاي بي طلبنا منهم ان خلال ساعه، دي وكاله، خلال ساعه يكون الخبر عدل بما زي ما انتم قريتوا البيان اللي احنا بعتنا له، لكن بعد مرور ساعتين بدون اي تعديل اضطرينا ان احنا نطلع البيان ده. وللاسف احنا مستعين دي وكاله يعني عالميه عندها المفروض مصداقيتها تكون عاليه، وفي معايير كمان، الاوصاف لا تطلق يعني كده. يعني انا لو اتكلمت على الخبر نفسه يا تامر، يعني الخبر ذكر القناه اللي بثت التسريبات، واحنا عمالين نتكلم قد ايه ان هو ده شيء مشين ومعيب وسواء مهنيا او اخلاقيا. القناه ذكر الخبر ذكر اسم القناه بدون ادنى وصف. يعني قصدي لو انت قررت توصف، طب اوصف المكانين ده، ولنفرض جدلا ان التلفزيون دوت معارض، طب انت وصفت الاول التلفزيون الاولاني، ما قلتش ان الاولاني مؤيد مثلا، ما قلتش شبكه كذا المؤيده او المواليه، عليه مثلا قضايا، ولا ان صاحبه هو مؤيد ومساند للرئيس، ولا ان الاعلامي اللي بيبث الاشياء غير المهنيه وغير الاخلاقيه دي مفيش اي وصف. طيب بناء على ايه وصفت القناه الثانيه؟ ده لو نفرض جدلا ان القناه الثانيه قناه معارضه. التلفزيون العربي لو معارض ما كان يقول ان هو معارض، المعارضه بتحب تقول ان هي معارضه يعني. احنا لا يعني احنا قناه عامه معنيه بحق الناس في المعرفه، قناه ما بتنحاز سياسيا لاي حزب، ما عندهاش اي انحياز لاي دوله، ان هي قناه بتبث اكتر من دوله. قناه الشبكه في حد ذاتها هي حتى الان عندها قناتين. صحيح. القناه الاولى اللي هي قناه العربي، والقناه الثانيه هي العربي 2 الموجهه الى شمال افريقيا والعرب اللي عايشين في اوروبا. يعني هتعرض مين في هذا السياق؟ فالخبر من وكاله الانباء الفرنسيه خبر غير ان القناه مش قناه مصريه علشان حتى تدخل في لعبه مؤيد ولا معارض، هي قناه موجهه لكل الدول العربيه. في النهايه اخشى ان اقول ان زميلتنا تكون هي وجهت الوكاله لقناعات شخصيه عندها. يعني وكاله الانباء الفرنسيه هي وكاله دوليه، ما ينفعش ابدا ان اي صحفي فيها يقدم وجهه نظره الشخصيه. متهيألي. تمام. طيب يعني بما انك معانا برضو في نقطه لازم يترد عليها، نقطة حصول الدكتور البرادعي على $100,000 مقابل الظهور في قناة العربي، لأن ده الصراحة يعني مش عارف ليه الرقم تحديدا في إجماع على الرقم ده، هل ده حقيقي ولا لا؟ طيب، قولا واحدا التلفزيون العربي لم يعرض أي مليم على الدكتور محمد البرادعي، وقولا واحدا الدكتور محمد البرادعي لم يطلب مليما واحدا على ظهوره على التلفزيون العربي. رغم ان اي تلفزيون بيدي ضيوفه المهمين مكافآت، وفي ضيوف مهمين في مناصب حساسه كبيره ومناصب دبلوماسيه، ورؤساء سابقين ورؤساء غربيين سابقين ومسؤولين اوروبيين بيطلبوا ده بشكل واضح، مبالغ طائله عن طريق شركات بي ار تخصهم. لكن الامر يعني عشان يقطع الامر تماما، هو لا احنا عرضنا على الدكتور ولا فكرنا ان احنا نعرض اصلا على الدكتور البرادعي، ولا الدكتور البرادعي طلب مننا اي مليم. تمام. يعني اذا قولا واحدا الدكتور البرادعي لم يطلب والتلفزيون العربي لم يعرض. انا بشكر حضرتك جدا الاستاذ عبد المنعم محمود، مدير البرامج الاخباريه والسياسيه في شبكه التلفزيون العربي، شكرا جزيلا. هينضم الينا عبر الهاتف من القاهره او عبر خدمه سكايب عفوا الاستاذ شادي الغزالي حرب، دكتور شادي الغزالي حرب، عضو ائتلاف شباب الثوره السابق. ايضا هيكون معانا عبر الاقمار الصناعيه الاستاذ محمد بركات، الكاتب والعضو المؤسس في حزب الدستور. وايضا بجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو الدكتور معتز الفجيري. اسمح لي ابدا مع الاستاذ شادي الغزالي حرب. الدكتور شادي، تعليقك على ردود الافعال المتوتره الغاضبه الشاتمه تجاه ظهور الدكتور محمد البرادعي في التلفزيون العربي. أعتقد أنها كانت متوقعة جدا، والردود الأفعال دي بدأت حتى بتستبق الحديث نفسه. في نوع من
القلق والخوف من اللي هيتقال في الحديث. فبالتالي كان خطة الأجهزة الأمنية في مصر هو أن يتعمل زي نوع من الغلوشة، يعني يحاولوا أن هم يوتروا الناس، يحسسوهم أن في مؤامرة مقبلة عليهم، يحسسوهم أن كل ما سيقال هو من قبيل التآمر عليهم، يعني وأساليب أعتقد أن احنا تعودنا عليها يعني. فالتوتر الشديد ده بيعكس ضعف شديد برضو عند النظام، وبيعكس مدى تأثير الدكتور البرادعي، على الرغم من أن أبواق النظام بتقعد تطلع تقول أن هو ليس له تأثير يذكر الآن، وابتعد عن الساعة وعن الساعة، والحديث عن الثقة أيضا، ثقة النظام في نفسه وشعبيته الكبيرة في مصر. التصرفات دي لا تتوائم أبدا مع ما يردد سواء تجاه الدكتور البرادعي أو تجاه النظام. بالضبط، هي أولا بتعكس ضعف النظام، وثانيا بتعكس مدى تأثير الدكتور البرادعي وأهميته في المشهد حتى هذه اللحظة. يعني أعتقد أنها في الآخر عملت دعاية إيجابية لظهور الدكتور البرادعي مش سلبية. صحيح. لأن في المجمل الناس اللي ما عرفش عرف يعني الكلام اللي هو بالضبط كده. وكمان أعتقد برضو تسليط الأضواء عليه بين الفرق ما بين شخص ليه رؤية وبيحاول أنه هو ينقل هذه الرؤية ويوضحها للناس، ومن هم منسوبين للنظام الآن اللي هم بيقعدوا يقولوا وعود وأحلام غير ممسوكة ولا نراها. فأعتقد أن الفرق كان واضح في الحديث امبارح، وفي ناس كتير حست أن احنا مفتقدين يعني المزيد من هذه النوعية من الأحاديث من الدكتور البرادعي. طيب، يعني في قلق من فكرة عدم قبول الآخر أيا كان، يعني طبعا الدكتور البرادعي هو هناك الحيثيات الكثيرة لأنه يكون في قلق منه أو خوف من وجوده، لكن الأمر لا يتوقف فقط على شخص بحجم الدكتور البرادعي، لكن واضح ان هي في اطار زي ما قال الدكتور معتز الفجيري، ان هي في اطار حمله او ضيق باي راي مختلف، او حتى يعني يخرج عن السير ببعض الشيء حتى لو من نفس المعسكر. هو القلق الاساسي ان الدكتور البرادعي كان قريب جدا من الاحداث فيما بعد 30 يونيو، ويملك في جعبته الكثير الذي لم يكشف عنه بعد. واعتقد ان يعني مع الوقت هيكشف عن المزيد والمزيد، لان طبعا انا شخصيا براعي جدا الظروف اللي ممكن احاطت بالدكتور البرادعي ووضعته في هذا الظرف الحرج، انه مش قادر يكشف عن كل ما كان يعرف، ولكن مع مرور الوقت لازم حاجات هتتكشف. هو الخوف الحقيقي من كده، وعشان كده كان الفضيحه الكبرى اللي حصلت امبارح بالتسريبات، يعني ظنا منهم ان ده اولا انا شايف ان هم كانوا بيستهدفوا ان هم يوقعوا ما بين الدكتور البرادعي وانصاره وشباب الثوره وما الى ذلك بالتسريبات اللي يعني زعما منهم بتمس شباب الثوره. وهل قوبل ده بالاستياء فعلا بحكم اقترابك يعني من هذه الدوائر؟ هل قوبل ما تم اذاعته باستياء من جانب شباب الثوره؟ والله في اللي تواصلت معاهم، وانا مثلا اسمي ظهر في احد هذه التسريبات، انا شخصيا لم استاء خالص لان يعني هو كان بيشير الى اخطائنا اللي احنا ما كناش شايفينها وقتها بس ادركناها دلوقتي، وانا يعني لازم كلنا نعترف ان احنا فعلا اخطأنا ساعتها، واللي كان بيقوله هو اللي كان صح. تمام. يعني وطبعا يعني انا مش عايز، اصل بص هو ما ينفعش ان احنا نتطرق لمضمون مكالمات مسربه لانها اصلا غير قانونيه ولا يجب ان تناقش، وحتى الان مشكوك في صحتها اساسا، يعني قد تكون تعرضت لاقتصاص وابتزاء وغيره. صحيح. ليست يعني كمضمون لم تسئ باي حال من الاحوال للشباب ولا للثوار ولا حتى لقطاعات كبيره جدا من السياسيين. دكتور شادي هستأذنك تفضل معايا، هروح للاستاذ محمد بركات الكاتب والعضو المؤسس في حزب الدستور. استاذ محمد، يعني كان في حاله مواد سياسي كده قبل ظهور الدكتور البرادعي، ما كانش في اي افق سياسي في الموضوع، لكن بعد ظهوره سواء اللي معاه واللي ضد اللي بيتكلم، لكن ظهرت حاله كده، حصل حاله على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع ونقاشات سياسيه حول ما قال وما قد يقال. تقييمك لهذا وكيف يمكن البناء عليه؟ في البداية برحب بيك يا أستاذ تامر، وبرحب بالدكتور معتز والدكتور شادي. هو دايما الدكتور البرادعي كده دايما مختلف، دايما ظهوره بيحرك كل حاجة،
حتى لو مجرد كلام، يعني حتى وهو بره مصر ويقدر يحرك كل حاجه. انا اتذكر الحوار اللي عمله مع الاستاذ عمرو اديب في 2009 برضه عمل نفس اللغط اللي موجود دلوقتي في الشارع. الدكتور برادعي هو دايما رجل مختلف في كل شيء، يعني هم عارفين ان هو دايما بيقول الصراحه، وده سبب القلق اللي موجود. في ايام مبارك كان بيقول الصراحه، في ايام الاخوان كان بيقول الصراحه، في الايام دي بيقول الصراحه، وده سبب ان اي نظام دايما بيقف عند البرادعي ما يحاولش يعديه، لازم يقف قدامه ويشوف ايه اللي بيقوله ويحاول، يعني بنقول بدل ما يرد على الكلام بيحاول يشوه في سمعه الراجل. الدكتور البرادعي في الفترات اللي فاتت كان فعلا رجل فاعل في الشارع بكل المقاييس، ممكن اقول لك ان هو كان الرجل الفاعل الاول. انما هو في الفتره الاخيره دي او الظهور ده مش جاي عشان يقول انا عايز ارجع تاني، لا، الدكتور البرادعي ظاهر الفتره الاخيره دي عشان بس يقيم التاريخ اللي حصل، عشان ما فيش حد يزيف التاريخ، يعني كل حاجه تتحط في مكانها الصحيح. وده يمكن يكون سبب ان الشباب مستني يسمع منه، مستني يسمع الحقيقه اللي محدش يعرفها غيره، او بمعنى ادق اللي في الدوائر المغلقه. واللي في الدوائر المغلقه زي ما احنا عارفين يا هم السلطه يا اما البرادعي، والبرادعي هو الوحيد اللي ممكن يقدر يقول الصراحه دي كامله من غير اي حسابات. طيب قيمه الشهادات دي، يعني الدكتور البرادعي اتكلم سواء قبل كده في ما حدث عن شهادته لما حدث بعد 30 يونيو لما كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، وهذا هو الظهور الثاني بالاضافه لبقيه تغريداته. يعني هذا الظهور وهذا يعني هذه الشهادات الى اي مدى قد تكشف اجزاء غامضه كثيره موجوده في الفتره دي؟ اسمح لي اقول لك في البدايه يا استاذ تامر، عشان اللغط اللي موجود، عشان الدكتور البرادعي ظهر في قناه العربي. الدكتور البرادعي من 14 اغسطس 2013 كلمني انا شخصيا 5 اعلاميين مصري من جوه مصر على فترات متباعده، اخرها من شهرين، عشان يعملوا لقاء مع الدكتور البرادعي. وهو دايما كان رافض، لان هو عارف ان اي كلام هيتقال مش هيتذاع داخل مصر. وفي ناس كلموني من بره مصر عشان اتوسط عند الدكتور البرادعي عشان يذيع حوارات، وهو ما رضاش. هو ليه اسباب الخاصه اللي هو وافق على القناه عندكم، لانه هو شايف ان معظمها شباب مصريين، معظمهم من ولاد الثوره، وهو لو فكر يخدم اي حد في اي ظرف من الاوقات من الثوره هيخدمه، مش هيبخل عليه باي حاجه. نيجي نقول الشهادات اللي قالها، هو لسه يعني الشهاده اللي قالها في البيان اللي نزله على صفحته على الفيسبوك كانت شهاده واضحه، بس كلام لكن يعني مكتوب. التفصيل الاكثر والكلام المكتوب ما قد يضيفه من شرح وتفسير عليه ممكن يضيف بعد كتير للموضوع. اسمح لي بس استاذ محمد، هرجع مره ثانيه للدكتور معتز الفجيري. دكتور معتز، هل يطرح الدكتور البرادعي نفسه كبديل بهذا الظهور، خصوصا انه في العام الذي يسبق عام انتخابات الرئاسه؟ هل هو مجرد ظهور ل يعني سرد شهاده، ولا هو طرح لنفسه من جديد؟ كسياسي وشخصية عامة كان ليها دور مهم خلال ال6 سنوات الأخيرة. رأى أن في هذه الفترة اللي فيه أزمة، وإحنا كلنا متفقين أن مصر الآن لديها أزمة كبيرة، رأى أنه من الأهمية أن يدلي بدلوه الآن ويقول شهادته. ربما أنه حتى لو هو مش دور هيلعبه، بس هو بيقدم نصايح وبيقدم رؤية قد تفيد آخرين في المشهد السياسي اليوم. احنا النهارده امام ازمه كبيره، النظام في حاله افلاس كبير، هناك ازمات اقتصاديه واجتماعيه خانقه، هناك محاوله لحصار اي بديل سياسي موجود، لدينا انتخابات في العام القادم، لا نعلم اذا كان هناك انتخابات ستجري ام لا وتحت اي ظرف، لكن من الواضح انه سيكون هناك اقصاء وسيكون هناك يعني استهداف لاي خصم يريد ان يقدم نفسه في هذه الانتخابات. لكن انا اعتقد ان وجود مثل هذه الشهاده اليوم هي مهمه، خاصه ان احنا في يناير، الذكرى السادسه لثوره 25 يناير. هناك الكثير مما لا نعلمه حتى اليوم، ومن حق المجتمع ان يعلم الكثير، ان يعلم ما جرى في المرحله الانتقاليه، ان يعلم ما جرى اثناء تولي الدكتور البرادعي منصب نائب رئيس الجمهوريه، وان يعلم ما جرى اثناء فض الاعتصام. هناك جرائم ارتكبت خلال ال6 سنوات الاخيره الى اليوم لا نعلم عنها شيء. هناك روايات مضادة، حق المعرفه. فضلا عن انه المشهد الاعلامي الضيق الان في مصر الان لا يساعد على هذه المعرفه، ان يكون في شهادات واضحه بالشكل ده في الاعلام المصري. عموما انا بشكر حضرتك جدا الدكتور معتز الفجيري، الباحث والناشط في مجال حقوق الانسان، شكرا جزيلا. ايضا بشكر ضيفي اللي كان معي عبر خدمه سكايب الدكتور شادي الغزالي حرب، عضو ائتلاف شباب الثوره سابقا، وبشكر ضيفي اللي كان معي عبر خدمه الاقمار الصناعيه محمد بركات، الكاتب والعضو المؤسس
في حزب الدستور. يعني في حته بس كده عايزين ننوه عنها، انه الاجابه على السؤال اللي طرحته على الدكتور معتز من دقيقه، وهو هل البرادعي بيطرح نفسه كبديل؟ هل قد يشارك في انتخابات الرئاسه المقبله؟ الاجابه عليها تكون من البرادعي نفسه، بس مش دلوقتي، في الحلقه الخامسه من حواره مع برنامج في روايه اخرى على التلفزيون العربي. فيعني نصيحه الناس ما تحرقش مجهود كبير قوي، علشان لسه في حاجات كتير وقت طويل ممكن نتكلم فيه. خلصت حلقتنا بتوقيت مصر، استنونا بكره في حلقه جديده، تصبحوا على الف خير.